اللي انا يعني حابب ان انا او الناس تعرفها ان الكابتن ربيع ليه الدول الافريقيه. طبعا احنا سعداء جدا ان الكابتن ربيع حقق انجاز، يعني ولا زال انجاز بيحقق. هو البسمه في ظل الظروف اللي البلد صحيح كلها صحيح بتمر بيها، صحيح. والساده المشاهدين يعرفوها. ليه على المستوى الافريقي هم دايما سابقنا؟ فهو حضرتك احنا الاحتراف بدا عندنا سنه 90. تمام. يعني 220 سنه ايام الكابتن جوهري رحمه الله عليه. بعد وصولنا لكاس العالم. الكابتن الله يرحمه. بعد وصولنا لكاس العالم، هو في نقطه مهمه جدا، ان النهارده يعني اي لعيب النهارده بيجي له عرض 16 17 الانديه بتبالغ، يقول لك 5 مليون 10 مليون 6 مليون. هو ده اللي كان موجود زمان. كان زمان ما فيش احتراف، ممنوع خروج اي موهبه خارج مصر. تمام. يجي يعادل ده. فهو ده اللي موجود في افريقيا النهارده. بيبقى دايما بيبقى في عقود بين الانديه وبين الاكاديميات اللي موجوده في اوروبا كلها. تمام. دي حقيقه. تمام. الولد الصغير بياخد 5 سنين 6 سنين 8 سنين 10، بيجي في المنتخبات بيبقى نجم كبير وحاجه جميله جدا. ما بيبالغوش في المبالغ اللي بتطلب، بتبقى بمنتهى السهوله. مبالغ بسيطه جدا للانديه، عباره عن صفقات توأمة في اتفاق. هو ده الشغل بتاع افريقيا. عشان كده افريقيا تلاقي مثلا مصر بتلعب كوت ديفوار، في من 20 لعيب 18 لعيب محترف بسهوله، وفي اعتى انديه اوروبا. انما احنا كنا بنبالغ، ولحد دلوقتي بنبالغ. يعني في لاعب مثلا عندي في منتخب النادي الاهلي عاوزه، رئيس النادي طلب فيه 4 مليون جنيه، وهو لسه سنه ناشئ. كابتن ربيع 18 سنه. 18 سنه. فيعني عاوز المبالغه في يعني الارقام. شوف حضرتك صامويل ايتو، وشوف طبعا ما هو كل السهوله دول راحوا صغيرين. ده كمان دلوقتي عشان في احتراف دلوقتي، انما ايامنا كان ممنوع. الكاس موجود في النادي، خرج بعد الاحتراف. دي حقيقه. صحيح بعد الاحتراف. صحيح. فالمبالغه طبعا كتيره جدا، ودي مش كويسه. الولد لما يطلع يتمرن وينام ويتعلم ويبقى يجي للمنتخب فعلا يبقى لعيب كوره ونجم كبير. تمام.